السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. هعمل لكم بقى كده ألذ تتبيلة للفراخ. ممكن تعملوها مشوية على الفحم او تعملوها كده بصينية بطاطس في الفرن. شطفتها كده من الخل والملح والليمون. قطعت الورك بالشكل ده علشان ياخد من طعم التتبيلة. هنزل بقى كده البصل المفروم. وبعد ما نزلت البصل المفروم بقى هنزل عليها عصير الطماطم. هقلب بقى كده كله في قلب بعضه، البصل مع الطماطم. بعد ما همزج كده البصل بقى مع عصير الطماطم هحطه تحت الجلد بتاع الوراك، وهحشي كده الفتحات دي علشان طعم الفراخ ياخد من طعم التتبيله. شايفين كده؟ تبلهم بقى كلهم كويس جدا وهرجع لكم تاني. وده بقى كده شكل الوراك بعد ما تبلتها كده. بقى التتبيله مغطيه الوراك كلها. طبعا التتبيله دي بجد بجد روعه جدا، يعني مش هتستغنوا عنها تاني ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رايكم. دلوقتي بقى انا هحط الوراك دي في الفريزر، انا مش هستخدمها دلوقتي، فهحطها في كيس كده بالتتبيله بتاعتها كلها وهشيلها في الفريزر. ممكن انتوا بقى تسيبوا الفراخ كده في التتبيله مثلا يوم، او على حسب يعني ما هتستخدموها انتوا امتى. الفراخ بقى دي ممكن تستخدموها فراخ مشويه على الفحم، او تعملوها بصينيه بطاطس كده في الفرن زي ما انا ما هعمل. انا كده طلعت الفراخ تقريبا بعد 4 ايام من الفريزر. في صينيه بقى دهنتها كده زيت بسيط، حطيت فيها البطاطس وقطعتها بشكل حلقات كده، وهحط عليها من التتبيله اللي انا عملتها، وبعدين احط عليها الوراك
وهدخلها الفرن. ودي بقى شكل صينية الفراخ بالبطاطس بعد ما طلعتها من الفرن. شكلها روعة والطعم بصراحة كان ولا اروع. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. قولوا لي عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه، اكتبوا لي في الكومنت ودعموني بلايك، اهم حاجه اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وبس.